السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد والحاجات الحلوة ديت. لو أنت أول مرة يا اسطى تشوفني أو تشوف قناة الديب أندرويد أو تخش الفيديو بتاعي أصلا، فأحب أقولك يا صاحبي إن إحنا بنقدم محتوى مجال وكده، تمام؟ اللي هو مجال نسخ تطبيقات أي أفشخانات يعني. ما علينا، أنت كل اللي عليك تعمله يا حبيب قلبي تعمل لايك وسبسكرايب. طبعا أنت مش هتعرف تعمل سبسكرايب في القناة لأنه مبتعملش أصلا لما تكون مشترك في القناة، فأنت يعني من نفسك هتنزل تعمل اشتراك في القناة وتخش في الكومنتات، تعمل كومنت حلو كده عشان تدعمني، وتعمل كومنت حلو تاني تصلي فيه على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، عشان جايلك النهاردة بنسخة عظمة. تمام؟ يعني النسخة ديت نسخة يعني من الآخر نسخة عظمة. طبعا هكون سايب لك اللينك بتاع النسخة دي، هي النسخة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة. هكون سايب لك اللينك بتاعها تحت في الوصف وفي أول تعليق مثبت، بلس هكون سايب لك لينك شاتي في الوصف برضه في أول تعليق مثبت، عشان لو ما عرفتش تحمل النسخة من الرابط اللي موجود تحت في وصف الفيديو وفي أول تعليق، فتخش تكلمني وأنا هبعتلك النسخة، يا من ميديا فاير يا هبعتلك النسخة مباشر. تمام؟ خش في وصف النسخة على طول. تمام؟ دي النسخة طبعا. نطلع بس هنا عشان نشوف الخلفية. دي خلفية النسخة، أول ما بتخش بتفتح معاك بالواجهة ديت. طبعا أنت بتسجل بالرقم بقى وكده. تمام؟ وأول ما تخش هتفتح معاك بالواجهة اللي هي الواجهة دي اللي هي الوضع الفاتح. انت يعني او انا بحب اقلبه على الوضع الداكن. تمام؟ انت عايز تسيبه على الوضع الفاتح الوضع الداكن اللي هو الدارك مود. تمام؟ عادي مفيش اي مشاكل. عندك هنا 3 نقط على الجنب، هنا بقول لك الاعدادات. تمام؟ دي الاعدادات بتبقى موجودة في اي نسخة، يعني مفيش اي حاجة جديدة. تمام؟ وعندك هنا اللي هي المسج اللي هي الرسائل المفضلة عندك، واعمل جروب جديد ورسالة جماعية واللي هو الCBC تقريبا، وإعادة تشغيل الواتساب وجد تلقائي، وعندك رسالة لرقم غير محفوظ. تمام؟ عندك حاجة تانية اسمها اللي محمد اليوتيوبر اللي فوق ديت، تضغط عليها ديت إضافات النسخة. أول حاجة عندك كده، عندك هنا الزراير كلها اللي هي الكونكتات والفيروس والحاجات اللي هي المضافة للنسخة. تمام؟ عندك هنا أول زرار ممكن تفعله عادي، هو كده مقفول انت هتفعله. تمام؟ طبعا دي كلها حاجات مبتأثرش، دي كلها حاجات بتدعم النسخة، يعني مبتأثرش على النسخة، لا بالعكس بتدعم النسخة وبترمي فيروس قطع نت وحاجات من دي. تمام؟ طبعا كلنا عارفين الكلام ده. هنا زي ما انت شايف كده كذا زرار يعني مضافين للنسخة، وهنا اللي هو عايز تبعت كام مرة الزرار والحاجات اللي احنا فعلناها عايز تبعتهم كام مرة في الاتنين دول، إذا كان بقى على جروب أو شات صورة أو كتابة. طيب هنا كده بعد ما قفلنا كل الحاجة اللي فعلناها، كل الزرار اللي فعلناه وكده، عندك حاجة تانية اسمها الحماية والخصوصية. دي لا إخفاء آخر ظهور والمسج بتاعك وتجاوز المشاهدة لمرة واحدة، اللي هو تقدر تشوف الحلقة أكتر من مرة. تمام؟ وهنا توقيف إشارة محولة، يعني انت مثلا حد بعتلك فويس أو رسالة انت عايز تحولها، انت لو جيت كده دي بتبقى مقفولة عندك، انت لو جيت كده فعلتها فانت لما تحول الفويس ده أو الرسالة ديت مش هتبان إنها محولة. تمام؟ فهنا من يستطيع الاتصال بيه اللي هو تحدد اللي يتصلوا بيك باستثناء اللي انت عايز تستثنيهم بقى وكده. تمام؟ هنا عندك إخفاء مشاهدة الستوري اللي هي بتشوف الستاتس أو الستوري. تمام؟ ما بيبانش عند اللي انت شفته إن انت شفت الستوري بتاعه. منع حذف الحالات، اللي هو انت لو جيت تفعله كده زي ما بتفعل قدامك كده باللون الأحمر، أي حد هيحذف الحالة من عندك هيستثنيك إن انت متشوفش الحالة بتاعته، فهي هتفضل ظاهرة عندك بحيث إن هيجي عليها علامة كده إن هو حذفها من عندك، بس هتفضل ظاهرة عندك مش هتتحذف. وإظهار الصحيان اللي هو انت لما تخش مثلا حد بعتلك رسالة وكده فانت هتخش تشوف الرسالة، ما بيبانش عنده انك شفتها، اللي هي الصحيان اللي هما الازرق دول ما بيبانوش عنده، ما بيظهروش عنده انك شفتها لو فعلت الزر ده الا بعد ما ترد. تمام؟ هنا عندك ممكن تقفل الواتساب بالبصمة او بالنقش او رقم سري. انا طبعا هنا عشان اقفل البصمة فهي مش مضافة مش جاية. تمام؟ فانت لو مفعل البصمة تقدر تقفله ببصمة نقش او نمط او اللي هو رقم سري. تمام؟ عندك حاجة تانية اسمها السيميات، اللي هو تحميل سيم للنسخة وكده. عندك هنا أكتر من زوجمود سيم، يعني السيمات مفيش أكتر منها. تمام؟
لو قعدنا ننزل من هنا للصبح مش هنخلص. وطبعا عندك حاجة اسمها إعادة ضبط النسخة وحذف جميع البيانات المخزنة، اللي هي الحاجة اللي بتتقل النسخة وكده الصاغ اللي ملهاش لازمة والحاجات دي. تمام. وعندك هنا الشاشة الرئيسية اللي هي الشاشة بتاعت النسخة من بره. عندك ده البر العلوي، ممكن تخلي الأسطورة يبقى ظاهر كده في الخلفية عندك، زي التليجرام كده، زي قصدي الانستجرام. تمام. وهنا ممكن بدل جي بي واتساب اللي فوق ديت، اللي هنا دي، ممكن تشيلها كده وتحط اسمك انت. تمام. ايا كان اسمك بقى. وكل الحاجات دي يعني أنا لو قعدت اشرح لكم فيها مش هنخلص النهارده، فانا هسيبك تكتشف الهيصه دي مع نفسك. تمام. هنا بقول لك التأكيد قبل إرسال صورة على الحالة. يعني أنت مثلا لما تيجي تنزل صورة دلوقتي، مثلا أنت إيدك عليها بالغلط، ممكن ترفع لوحدها. لو أنت ما فعلتش الزر ده، أنت فعلته، هتأكد على الصورة إنها تنزل أو لأ. تمام. عندك إشعار عند مشاهدة الحالة، يعني لو حد شاف الستوري بتاعك فأنت بيجيلك إشعار إن حد شافه. إخفاء الفاصل، بقى فيه فاصل زي الفاصل الأحمر ده اللي إحنا شايفينه قدامنا ده، فهو أنت لو فعلته هيخفيه. وكل الكلام ده يعني مفروغ منه ومعروف. طبعا عندك إخفاء محادثات وكل الحاجات ديت. تمام. والنسخة هنا دي الخلفية ولون الأسماء ولون الخط. تعالوا بقى كده نشوف اللي هو شكل شكل الشات من بره عامل ازاي، أو شكل النسخة يعني من جوه. ده شكل الشات اهوت. تمام. تمام. زي ما انت شايف كده النسخة بتبعت بدون أي مشاكل، وده اللي هي الرسالة اللي بتبعتها أكتر من كذا مرة. تمام. دي النسخة اهي، مفيش فيها أي مشاكل خالص. عندك هنا لما بتضغط على التلات نقط دول بيجيلك قفل المحادثة، إنها تقفلها برقم صفر أو بنقش أو ببصمة. وعندك مسح الإيموجي، وعندك إنك هنا بتبحث في المحادثة. تمام. والذهاب لأول رسالة، وتغيير الصوت. عندك أكتر من صوت، عندك صوت عكسي وبطيء وتحت المية وسكران ومش عارف طفل وإنسان آلي وكده. تمام. وعندنا التفاعل عند الضغط مرتين، رابط التواصل اللي هو بتاعي. تمام. وعندك هنا اللي هي الخلفية بتاعت المحادثة، أو خلفية الشاشة اللي هي الظاهرة قدامك دي. انت ممكن تغيرها من هنا لو اتكيت على الكلمة دي، هتجيب لك الصور اللي عندك والخلفيات اللي بتبقى موجودة في الواتساب ذات نفسه. وعندك حاجة تانية اللي اسمها المزيد. تمام. عندك هنا لون الشات، وانك تطلع من الشات، وانك تعمل اد شورتس، اللي هو يعني تاخد الشات تضيفه عندك في الواجهة، زي التطبيقات اللي بتبقى عندك في الشاشة الرئيسية. تمام. وزي ما قلنا اللي هي الخلفية بتاعت الشاشة. وهنا عندك اللي هي التشفير، اللي هي مسج ديت، بعلم لك على كل حاجة اهوت. دي التشفير بتاع اللي هو الكلام ما بين الطرفين او كده. وعندك دي الصراحة مش عارف هي ايه، بس دي تقريبا اللي هي اللينكات اللي تبعتوها والصور والحاجات دي والاغاني والرابط والكلام ده. طيب، والنسخة يعني بتفر في كل حاجة، يعني النسخة مفيش فيها اي حاجة، النسخة ما بتهنكش خالص. ولو فعلت الزر اللي انا لسه مكلمك عليها من شوية دي، طبعا يعني هتخليك النسخة ما تهنكش نهائي. تمام. يعني النسخة اللي شفته كده النسخة عظمة، بتروح وبتجري زي ما انتم شايفين كده، النسخة ما بتعلقش. تمام. وبس كده يا اخواتي، ودي بتكون نهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.